وكالعادة يا سادة، وزي ما عودنا نادي الزمالك دايما بيصنع الأهداف للآخرين. تعادل غير مستحق لفريق غزل المحلة. غزل المحلة كان يستحق الفوز على نادي الزمالك. شوط أول لنادي الزمالك، سيطرة واستحواذ في عدم وجود أي لاعب من غزل المحلة. نادي الزمالك بيسجل هدف للاعب أحمد ربيع في الدقيقة 38. وكالعادة وزي ما عودنا نادي الزمالك ان هو بيجيب هدف وما بيحبش يجيب الهدف التاني. بينزل الشوط التاني بيلعب لعب عشوائي، مش مهم انا كسبان هدف، لحد ما يطلع لنا لاعب زي المهم يطلع لاعب من لعيبة نادي الزمالك ويصنع الهدف للفريق المنافس. هي دي عادة نادي الزمالك، وهو ده ملخص كل مباريات نادي الزمالك. مش مهم مين اللي بيصنع، المهم ان هو لازم صناعة الهدف تكون في الاساس من نص ملعب نادي الزمالك. يعني هدف غزل المحلة لو شفناه، يعني توقف في نص الملعب ولوحدك ومفيش حد معاك، والكرة جايه لك عالية وانت شايف ان انت مش هتقدر تستقبلها على دماغك، بتعافر في الكورة وعايز تلعبها بدماغك، بتعمل بيها اسيست للاعب المحلة عشان يسجل بيها هدف التعادل. بعد مباراة النهاردة اقدر اقول لكم بكل ثقة نادي الزمالك في قاع الدوري، حقيقة ولازم الكل يعرفها. نادي الزمالك عينه مش على لقب الدوري. نادي الزمالك عندنا شوية موظفين بياكلوا عيش، سواء إدارة سواء لعيبة سواء مدير فني، كله بياكل عيش والسلام. طول ما انت بتنفذ تعليمات مدرب، يعني زي ما بنقولها كده بالبلدي خش وقش، مدرب ملوش في الكورة، عمرك ما هتكسب. بتجيب جون يقول لك ارجع دافع. انت بتلعب المحلة اللي معروف ان المحلة بتلعب جيم دفاعي بحت، ما بتهاجمش، انت بتدافع قصادها ازاي؟ وبعد ما بيتسجل فيك هدف التعادل بتهاجم بال11 لاعب زي ما شفنا كده. يعني محمد صبحي بعد الهدف تقريبا ما رجعش المرماه طول العشر دقايق او الربع ساعة المتبقية. محمد صبحي كان بيلعب في نص الملعب. تكسب ازاي وانت ما بتقدمش كورة؟ تكسب ازاي وانت بتحرق اللعيبة بتاعتك؟ بصراحة كده ومن غير زعل، لاعب زي اخوان بزيرة خسارة في نادي الزمالك. نادي الزمالك ما يستحقش وجود لاعب بخامة اخوان بزيرة. بصراحة يعني حرقتوا دمنا بما فيه الكفاية، حرقتوا دم الجماهير اللي بالرغم من الاداء السيء في مباراة الاهلي زحفت وراكوا للاسماعيلية عشان تشجعكوا في مباراة المحلة، وبرضو غاويين تحرقوا دمنا. ليه؟ انا مش قادر افهم. نادي الزمالك 18 نقطة لاعب كل مبارياته. نادي الزمالك الاسبوع الجاي باي، نادي الزمالك مش هيلعب المباراة الاسبوع ال11. نادي الاهلي بعد ما هيكسب النهاردة ويكسب الاسبوع ال11 هيتصدر الدوري بفارق 3 نقط عن نادي الزمالك. وكمان سيراميك كليوباترا يكسب النهاردة ويكسب المباراة المتبقية، هيكون هو كمان في المقدمة. ويجي لك من ورا نادي بيراميدز. نادي بيراميدز اللي عنده 3 مباريات متأجلين. من بعد مباراة النهاردة مش هتشوف نادي الزمالك متصدر جدول الدوري تاني من هنا لآخر الدوري. ده كله عشان عندنا شوية موظفين بياكلوا عيش والسلام. مفيش لاعب بيلعب برجولة، مفيش مدرب عنده فكر، مفيش مجلس إدارة بيحاسب. ليه مفيش مجلس إدارة بيحاسب؟ لأن اللعيبة كسر عين مجلس الإدارة. لعيبة ليها مستحقات، هتحاسبها ازاي؟ طبعا ما تقدرش تحاسبها. نادي الزمالك عليه العوض، لا أول ولا تاني ولا تالت ولا حتى رابع بعد مباريات الأسبوع ال11. نادي الزمالك هيكون باي في الأسبوع ال11 وبعدها هيقول للدوري باي باي.